نزلت عقوبات اتحاد الكرة لبطولة السوبر المصري، 100,000 جنيه على نادي الزمالك في المباراة الأولى ما بين الزمالك وبيراميدز، و100,000 جنيه تانية على الزمالك في المباراة التانية ما بين الزمالك والأهلي، زائد 50,000 جنيه على اللاعب خوان ألفين. كما أعلن 100,000 جنيه على النادي الأهلي بسبب الجماهير، و50,000 جنيه على أحمد سيد زيزو بسبب عدم المصافحة على الأستاذ هشام نصر. طب تمام جدا. طب تعالى كده نسرد الموضوع واحدة واحدة. تقول ده بروتوكول، المفروض اللاعب كان يسلم أو يصافح على الأعضاء اللي على المنصة. طيب هو في البروتوكول بيقول إيه؟ البروتوكول بيقول لا يوجد في اللوائح الرياضية أو مسابقات الاتحاد بند ينص على إلزامية مصافحة كل الموجودين على المنصة، ولا يوجد بروتوكول رسمي يجبر على ذلك. قد يتم اعتبار المصافحة سلوكا شخصيا أو تقليديا، ولكنها ليست إلزاما قانونيا ورياضيا محددا بمواجب اللوائح. يعني البروتوكول ما فيهوش اي حاجه زي كده خالص خالص يا فندم خالص. طيب هو اللائحه بتقول ايه؟ اللائحه بتقول لك لو غلط او شتم او سب سباب جماعي اول مباراه، في المباراه الاولى بيكون مبلغ، والمباراه الثانيه مضاعف، مبلغ مضاعف. هل انت عملت كده كاتحاد كره؟ الاجابه لا. طب تمام جدا. اللي بعده، تالت حاجه، احمد سيد زيزو الطرف الثاني استاذ هشام نصر. استاذ هشام نصر كان طلع امبارح في مداخله تليفونيه مع الكابتن خالد الغندور، قال ان انا اصلا ما كنتش هسلم على احمد سيد زيزو. طب انت منين كاتحاد كوره رايح تعمل عقوبه ماليه على احمد سيد زيزو في حين ان استاذ هشام نصر قال اصلا انا ما كنتش هسلم عليه؟ طيب كان فين اللائحه وكان فين البروتوكول وقت ما البنت اللي اسمها هناء ما سلمتش على الوزير السابقا لعمرو فاروق؟ كان فين الاتحاد؟ كان فين البروتوكول؟ ولا هو على الكيف؟ يعني البروتوكول ده واللائحه ديت على الكيف؟